القبول العماني ملك وصفات العيوش، لحم ذايب ومهتري على عيش مطبوخ في المرق، وكشنة الحمص اللي تعطي مزة لك اللقمة. طعم بهارات هالوصفة خفيف ويهدي البال. أحلى وصفة لجمعة يوم الوطني، وبنسويها بأسهل وأسرع طريقة. نفرم شوية بصل، بس 5 حبات، شوية ثوم، مكعب زنجبيل، ونخليهم على جنب. نحمس 3 كيلو لحم في قدر الضغط مع ملعقة سمن بلدي، ونضيف عليهم نص كمية البصل، الثوم والزنجبيل. لبهارات القبولي ملعقة فلفل أسود، هيل مطحون، كمون، كزبرة، قرفة وقرنفل. ونضيف نفس البهارات بس صحيحة علشان نعطر اللحم. نعطيهم حمسة سريعة، نضيف 5 أكواب ماي، ونخليهم لحتى ما يطلع اللحم مهتري. نحط اللحم على صينية، نعطيه رشة ملح، دهنة محترمة سمن، ونشويه في الفرن لحتى ما ياخذ لون خرافي. نحمس باقي البصل في رشة سمن، وننزل عليه كوبين حمص. نعطيهم رشة ملح نفس بهارات اللحم، ونخليهم لحتى ما يتحمص الحمص. وأنا أحب أنهي الكشنة في كبشة كزبرة مفرومة، تعطيها ريحة ونكهة منعشة. ننزل 3 أكواب عيش مغسول ومنقوع على المرق، وحالاته يكون عيش نثري فيه نكهة الأصالة مثل عيش كناري. نوزن الملح ونكتم عليه 12 دقيقة ونص، وبيطلع العيش يلمع من الدهن وشارب كل المرق. ننزله على صحن التقديم، نفرده على الصحن، ونحط عليه اللحم المحمر. نزين في كشنة الحمص. الله يحفظ عماننا وأهلها، وعليكم بألف عافية.